من معرض العقار الدولي IPS. بنرحب فيك مرة تانية وسألتك عن الزخم الكبير في هالمعرض وجمالياته والتنسيق والتنظيم الرائع. IPS 2024 تفضل. أول شيء بنشكر المنظمين والأستاذ داوود شيرازي على هذا التنظيم الرائع، وكمان أنا بدي نوه الإمارات ودبي حصرا إنه كل 45 أو أكثر من 45 اكزيبيتورز يكونوا موجودين إنهم يعرضوا عقاراتهم بدبي. ليش اختاروا دبي؟ لأن عارفين كمية المستثمرين، كمية المقيمين اللي موجودين بالبلد، فحابين إنه يعرضوا استثماراتهم مثلا تركيا، في ألمانيا، في إسبانيا، في باكستان، في ألجيريا، في كثير دول ما بدي أعددهم كلهم موجودين ليعرضوا عقاراتهم. في معقارات محلية كمان موجودين. حتى هو تشجيع للاستثمار الدولي في دولة الإمارات. أكيد. نحن سمعنا في سنة 24 حينطرح أكثر من 130 مشروع تطوير في دبي، فما شاء الله انطرح لحد الآن عدد كبير وعم ينطرح كمان. فلذلك كل المستثمرين الدوليين نحن حابينهم كمان يطلعوا على استثمارات دولة الإمارات العربية المتحدة. شو رأيك؟ ما شاء الله اليوم الأول طبعا وفي بكرة وبعد بكرة 3 أيام. هلا أنا بدون شك دبي هي وجهة عالمية. نعم. يعني الخامسة عالمية من ناحية الأمان. بلد ما شاء الله. الإمارات بلد عم يجذب المستثمرين. نعم. في ميزات جدا عالية، منها الإقامة الذهبية والأبديت اللي صار مؤخرا إنه تشتري عقار قيمته 2,000,000 درهم، كان قبل لازم تدفع 1,000,000 درهم من قيمة العقار. حاليا تدفع بس 20% من قيمة عقارك، أو حتى عن طريق البنك. حتى الإقامة الذهبية وتغيرت هلا يعني الحقيقة قوانين جديدة تشجع المستثمرين. لا، وإنك تشتري بدون تاكس، هم الأوروبيين مصدومين. ما شاء الله ما شاء الله. الله عمار يا دبي. أكيد. وشكرا على هالمقابلة الجميلة. ويا جماعة في بكرة وبعد بكرة من الساعة 10 للساعة 6 فيكم تسجلوا على اللينك. أنا وترقبونا وتفضلوا لزيارة المعرض الجميل جدا ورح تحبوه كتير. ما شاء الله استثمارات وشيء جميل جدا. أهلا وسهلا. شكرا لك.